اجانا كثير اسئله. واحد من الاسئله اللي اجتنا از نيو انفستر بدبي، وفي كثير نيو ارياز او نيو ديفلوبمنت هلا عم تطلع بديفرنت ارياز منا كثير معروفه، بس في عندها كثير فيوتشر كبير. صح. So as an investor how he can scope انه this area is good for his investment اذا هو عم يشتري as an off plan project for example. صح. سؤال حلو وتريكي. قبل ما نجاوب على السؤال دوت لازم نعرف ايه البلان بتاع الانفستور. البلان بتاعه شورت تايم بلان ولا اللونج تيرم بلان؟ عاوز يفلب خلال سنة سنتين، ولا عاوز يهاند اوفر ويأجر ياخد الرنت، ولا واخد العقار ده محفظة استثمارية او حاجة لأطفاله في المستقبل بعد 10-20 سنة. ديبينز على الانسر دي انا هقدر اقول لك يدخل في اللوكيشنز دي ولا ما يدخلش في اللوكيشنز دي، او ديبينز اون ذا انسر هنختار اي لوكيشن افضل له. يعني مش هروح دبي ساوث لو هو شورت تيرم بلان وعاوز يبيع في خلال سنة سنتين، لا. انما لو عاوز 10 سنين 15 سنة يعمل بروفيت عالي جدا، هقول له روح دلوقتي دبي ساوث، لان الفرصة والاوبورتيونيتي اللي موجود دلوقتي في دبي ساوث زي ما كنا احنا زمان في 2005 بنقول على الداون تاون وبيزنس باي ومارينا. في 2005 كانوا بيقولوا فين مارينا. لما انا جيت 2005 دبي التاكسي ما كانش عايز يوديني مارينا. تخيلي دلوقتي شوفي مارينا فين. صح. بس من 2005 ل 2024 20 سنه شوفي عملت ايه في اللوكيشن. فديبينز على البلان هنحدد اللوكيشن، او هنقدر نقول اللوكيشن ده صح او مش صح للانفستور. اكيد. وانا كمان بحب زيد على هذه النقطه انه as well as factors ممكن تساعدنا بالمنطقه. all the infrastructure هن عم بيحاولوا يعملوها in future. في كثير areas هلا in future حيصير فيها metro which is حتعلي الريت for them as an investor. ما كان فيها metro as well. all the amenities اللي عم بتكون موجوده or all the new landmarks اللي حتصير بالاreas. يعني هلا في كثير landmarks already مقترحه وفي منهم انمضى عليهم انه حيصيروا موجودين. هيدا اكيد حيعلي البروفيت for any new development or any new area. اتفق معاكي جدا. اي لوكيشن قبل ما بنروح ونشتري فيه ونقرر ان احنا نختار اللوكيشن ده لازم ندرس كل العوامل الحاليه والمستقبليه. ايه الادفانتج اللي موجوده دلوقتي وايه الادفانتج اللي متوقعه او في دبي بلان او في الفيوتشر بتاع دبي في اللوكيشن. صح كلامك.